أهلا، أنا أمنية. قبل ما نبدأ فيلمنا النهاردة بنشوف بنت اسمها ميزي، وهي قاعدة وسط أطفال في دار رعاية أيتام، وبتحكي لهم عن قصص بحارة بيحاربوا وحوش البحر. وبتدخل عليهم مشرفة الدار اللي بتطلب من ميزي إنها توقف حكايتها لأن ده مخالف لقواعد الدار. وبتخرج المشرفة من الأوضة وبتاخد ميزي الكتب بتاعتها وشنطتها بسرعة، وبتودع الأطفال وبتنط من شباك الأوضة وبتهرب. بتظهر سفينة ضخمة وسط البحر، عليها شاب اسمه جيكو بيروح يتكلم مع القبطان اللي كان اسمه كروم قائد السفينة، اللي بيقول له انه خلاص قربوا يوصلوا للوحش اللي افقدوا عينه من 30 سنة. وبيدخل عليهم واحد من طاقم السفينة اللي بيقول لهم انهم كده هيخوضوا معركة مع اعظم وابشع كائن في البحر. وفجأة بنلاحظ سفينة من سفن الصيد بيتم مهاجمتها قدام عينيهم. بيطلب جيكوب من القبطان انهم يروحوا يساعدوا السفينة، لكن القبطان بيرفض في البداية. فبيقول له جيكوب ان في قوانين للصيادين وان لازم كل السفن تساعد بعضها وقت الشدة. فبيقتنع القبطان كروم وبيطلب من الفريق بتاعه انهم يغيروا مسار السفينة ويرجعوا يساعدوا السفينة التانية اللي تعرضت للهجوم. بيظهر قبطان السفينة اللي تم مهاجمتها من وحش البحر وهو بيودع الفريق بتاعه، لكن فجأة بيظهر جيكوب وكابتن كروم بسفينته وبيستعدوا لمهاجمة الوحش. بيتم انقاذهم وبيبدأ الوحش يهجم على كروم وسفينته وفريقه اللي بيواجهوا الوحش بكل ثقة. بينزل جيكوب وبيهاجم الوحش لوحده، لكن كابتن كروم بينزل معاه علشان يساعده، وبينجحوا انهم يقتلوا الوحش وكمان يقطعوا منه حتة ياخدوها كتذكار. لكن الوحش بيسحب كابتن كروم معاه تحت المية وبيفقد القبطان كروم الوعي، ولما بيفوق بيبان عليه انه متضايق جدا وبيطلب منهم انهم مش هيكملوا الرحلة وبيمشي ويسيب. بعدها الفريق بيقولوا ان القبطان كروم اتضايق علشان ما قدرش يكمل رحلته ويقضي على الوحش الاحمر اللي كان اسمه العاصف. لكن جيكوب بيقول لهم انهم بالعكس عملوا انجاز كبير قوي لما قضوا على الوحش. ساعتها بقى بيقول واحد من الفريق ان الوحش ده قوي جدا وبيتقال عليه انه يقدر يحرك البحر نفسه، فهل فعلا هم يقدروا عليه؟ خصوصا انهم كمان سمعوا انه بيطلع كرات نار من عينه. فبيرد عليهم جيكوب بيقول لهم انه مش خايف وانه موجود على اقوى سفينه في البحر اللي هي سفينتهم، اللي كمان قدرت انها تقضي على وحوش كتيره قوي اكتر من اي سفينه تانية. بيطلب القبطان كروم جيكوب، ولما بيروح له عشان يقعد معاه بيشكروا القبطان انه انقذه من الموت وهما بيحاربوا الوحش. وبيحكي له عن اليوم اللي لقاه فيه وسط البحر على حطام سفينه وقرر انه يتبناه لانه شاف فيه شيء مختلف. وبيقرر القبطان كروم انه هيكون خلفته على سفينه الصيد، وبيسيب له الخنجر بتاعه وبيحضنوا بعض. بتوصل سفينه الكابتن كروم للوطن وبتجمع الناس عليها علشان يتفرجوا عليهم ويرحبوا بعودتهم. وبيعلن بعدها واحد من الطاقم ان لازم القبطان وابطال السفينه انهم لازم يقابلوا الملك والملك عشان ينطلقوا بعدها مره تانية. وفجاه بقى بتلاحظ ميزي وهي بتظهر من وسط الناس وبتقف تتفرج على السفينه وهي منبهره جدا بيها، وبتجري ورا الفريق وبتدخل النادي وتعرف نفسها لجيكوب وبتقول له انها سمعت عن حكاياته في قتل الوحوش وانها كمان معجبه بيه قوي وان اهلها كمان كانوا صيادين زيه لكنهم ماتوا في رحله صيد، وانها قررت تكمل المسيره وعايزه تنضم للفريق بتاعه. فبيقول لها ان سفن الصيد بتاعه الوحوش مش مناسبه اصلا للاطفال، لكن ميزي بتصر انها تنضم ليهم. فبيقرر جيكوب انه يرجعها تاني لدور رعايه الايتام بالغصب. في اليوم اللي بعده بنشوف القبطان كروم وهو في قصر الملك لما بيقابل الملك والملكه وبيرحبوا برجوعهم وبيشكروهم على القرن الوحشي اللي هم جابوه كتذكار بعد ما بقتلوه. بيوعدوهم بمكافاه كويسه قوي، لكن الوزير بتاع الملك بيتدخل وبيبلغ الملك ان القبطان كروم رافض يكمل رحلته لصيد الوحش الأحمر، وبيقول له إن الملك مش بيدفع للصيادين علشان يحموا بعض زي ما هو عمل، لكن بيدفع لهم علشان يقتلوا الوحش. وبتفاجئ القبطان كروم لما الوزير بيوري له سفينة ضخمة قوي كلها مدافع وبيقول له إن هو هياخدها بنفسه علشان يصطادوا الوحش الأحمر. لكن كروم بيأكد للعيلة الملكية إن السفينة دي ما تنفعش يعتمدوا عليها أصلا ولا على الجنود، وإنهم كده بيعرضوا حياة ناس كتيرة قوي للخطر. وبيقول لهم إن الوحوش بتحتاج طريقة معينة إنهم يصطادوهم بيها، مش أي حد يقدر يكون صياد للوحوش. وبيقرروا يعملوا تحدي بين سفينة كروم وسفينة الوزير ويشوفوا مين اللي هيقدر يصطاد الوحش. بيطلع جيكوب على السفينة مع الفريق والقبطان بتاعهم ويبدأوا يرسموا الخطة اللي هم هيمشوا عليها علشان يوصلوا لهدفهم. بنتفاجئ بعدها بوجود الطفلة ميزي اللي بتطلع انها تستخبى في برميل من اول الرحلة، وبتطلب من القبطان انه يقبل بوجودها على المركب وبتقول له ان اهلها كانوا صيادين وماتوا، فبيوافق على وجودها وبيطلب من سارة المساعدة بتاعته انها تاخد بالها منها. بالليل بقى بتطلع ميزي على سطح السفينة وبيشوفها جيكوب فبيطلب منها انها تنام وبترفض ده، لكن لما بيطلب منها القبطان بتوافق على طول وبتجري على سريرها. بيقول كروم لجيكوب انه شايف فيها نفس الحماس اللي شافه فيه اول لما لقاه في البحر، لكن فجأة بيظهر الوحش الاحمر وبيطلب القبطان كروم من فريقه انهم يجهزوا بسرعة علشان يهاجموا الوحش ده. ولما بتطلع ميزي من اوضتها بتتخض جدا فبيرجعها جيكوب ويقول لها ما تطلعش بره الاوضه تاني وبيقفل عليها، لكن ميزي بتنجح انها تخرج وتشارك في عملية صيد الوحش وبتقع هي وجيكوب في المية وبيبلعهم الوحش
الوحش الأحمر، ولما بيفتحوا عينيهم بيلاقوا نفسهم جوه جسم الوحش، فبتخاف ميزي جدا، فبيحاول جاكوب انه يطمنها وبيتحركوا جوه جسم الوحش لحد ما يوصلوا للمناخير، فبيعطس الوحش وبيخرجهم بره بعد ما بيوصلهم لجزيرة. وبيحاول جاكوب بعدها انه يقتل الوحش لكن ما بيقدرش، وبيفضل الوحش يبص لميزي من قريب وهي مرعوبة جدا منه لكنه ما بيرضاش يؤذيها. بنشوف ميزي وهي بتصحى تاني يوم، فبتلاقي حيوان غريب صغير لونه ازرق بيحاول يسرق من اكلهم وبيجري من قدامها، فبتجري وراه وبتحاول تلعب معاه، فبيخاف منها الكائن الغريب ده وبيصحى جاكوب بسرعة ويرميه بعيد ويقول لها انه وحش، فبتقول له انه كان لطيف، فبيزعق لها ويأمرها ما تقربش من اي كائن عن الجزيرة دي. وفجأة بنكتشف انهم في منطقة بيض وحوش كتيرة قوي، وبيفقس البيض ده مرة واحدة كلهم بيبدأوا يجروا وراهم، وبيجري جاكوب وميزي من الوحوش الصغيرة وبيروحوا للشط وبيركبوا المركب بتاعهم الصغير وبيحاولوا يهربوا من الوحش الأم اللي كانت بتجري وراهم عشان أطفالها. وفجأة بيظهر في المية وحش تاني بيقلب المركب بتاعتهم، لكن بيظهر الوحش الأحمر وبيهجم عليه، فبتقع ميزي في المية وبيجري جاكوب بالمركب يدور عليها في كل حتة. بيتفاجئ وقتها بالوحش الأزرق الصغير اللي كان مع ميزي على الجزيرة، بيكون شايلها وبينقذها من الغرق وبيوديها للمركب. بتظهر في المركب قصور كتيرة، تطلب ميزي من الوحش الأحمر إنه يساعدهم في الوصول إلى أقرب جزيرة فيها مراكب صيد علشان يعرفوا يرجعوا بلدهم مرة تانية. فبيتريق عليها جاكوب ويقول لها إن الوحش مش هيساعدهم ولا هيفهم، لكنه بيتفاجئ إن الوحش فعلا فهمها وبيشيلهم على ظهره وبيقوم بيهم. فبيقرر بقى جاكوب إنه يوجهه ناحية الجزيرة، لكن الوحش مش بيفهم. تنزل ميزي قدام عين الوحش بحبل مربوط وبتبدأ توجهه بالإشارات ناحية الجزيرة، فبيفهمها الوحش وبتتجه زي ما هي بتقول له بالظبط. بعدها بقى بتلاقي ميزي رماح كتيرة قوي على ظهر الوحش الأحمر وبتقرر إنها تشيلهم كلهم. فبنلاقي بعد كده الوحش بيبص لها بامتنان. بيوصل القبطان كروم للجزيرة اللي فيها الساحرة الشريرة اللي بتعمل سم قاتل للوحوش، وبيروح لها كابتن كروم ويطلب منها سم قوي علشان يقدر يصطاد بيه الوحش الأحمر. فبتقول له إن اللي بياخد منها سم وبيستخدمه حياته كلها بتتقلب، لكن القبطان كروم ما بيهتمش وقتها وبيقول لها إنه فعلا محتاج السم ده. فبتبتدي الساحرة تعرفه على أعظم اختراعاتها اللي بيكون اسمه سم القدر، ولما بيسألها كروم عن تكلفته بتقول له إنها هتاخد منه كل حاجة في حياته مقابل السم ده. بالليل بقى بيقعد جاكوب وبيقرا في الكتاب اللي مع ميزي اللي بيتكلم عن الصيادين، وبيقول لها ان الكتاب ده فيه غلط كتيره قوي وكله كده، فبتقول ان الناس بتصدق الكتاب وهتفضل تصدقه لحد ما يطلع حد يقول الحقيقه. وبتتمنى ميزي ان الحرب بين الوحوش والصيادين تنتهي لانها حاسه ان الوحوش مش وحشه زي ما هم متصورين، وبتقول له انه ما بقاش صياد الوحوش وانه بقى صديق الوحوش. وبتكمل ميزي وبتطلب منه انه ما يرجعهاش دار الايتام ويفضلوا سوا عيله واحده. بيوصلوا بعدها للجزيره وبيودعوا الوحش الاحمر وبيودع جاكوب الوحش وبيقول له انه مش هيشتغل تاني في صيد الوحوش. لكن بنلاحظ الوحش الاحمر هو بيتحرك ناحيه سفينه الملك اللي بيكون عليها الوزير بتاعه، وبيطلب جاكوب من الوحش انه يهرب، لكن الوحش بيقرر انه يروح لهم. فبنلاقي بعدها الوزير بيأمر قوته انهم يضربوا النار على الوحش اللي بيبقى بيجري بسرعه ناحيتهم وبيروح يواجههم، وبيدمر الوحش سفينه الملك وبيروح بعدها على سفينه القبطان كروم اللي وصل هو كمان للجزيره، بيجهز السم علشان يطلقوا على الوحش الاحمر، وبيقدر فعلا انه يسيب الوحش بسلمه وبيمسكوا الوحش وبيسلسلوه. بنلاقي ميزي وهي بتسمع القبطان كروم وهو مصر انه يقتل الوحش الاحمر ويسلمه للعائله الملكيه، فبتقوم ميزي بسرعه وبتمسك الخنجر بتاعها وبتحاول انها تصيب القبطان كروم وبتطلب منه انه يسيب الوحش بحاله، لكن بيرجعها جاكوب، فبتترجاه انه يساعد الوحش زي ما هو ساعدهم لانه صديقهم مش عدوهم زي ما كروم بيحاول يفهمه. وبنلاقي كمان انها بتترجى ساره انها تطلق سراحها وتحاول تقنعها ان الوحش طيب، لكن ساره ما بترضاش تسمع كلامها وبتقول لها انها لازم تسمع كلام القبطان. بيوصل كروم بالسفينه بتاعته وبيجهز نفسه لمقابله الملك، وبيستقبلهم اهل البلد بترحاب جدا وهم مش مصدقين انهم قدروا يصطادوا الوحش الاحمر. بيوصل الوحش الازرق وبيدخل اوضه ميزي وبتحضنه وبتفرح جدا لما بتشوفه. بتقرر بعدها انها تخرج من الاوضه اللي هي محبوسه فيها علشان تساعد الوحش اللي بتشوفه ملفوف بحبال كتيره قوي، وبتحاول تفك الحبال بسكين، لكنها بتلاقي الموضوع صعب جدا علشان الحبال وقتها بتكون سميكه جدا. فبتدخل السفينه القصر الملكي وبيقف الملك والملكه في استقبال كروم وفريقه، لكن بيقرر جيب انه يعترض على محاوله كروم انه يحط سهم في جسم الوحش كنوع من التفاخر قدام الملك وبيتخانق معاه. ساعتها بقى بنلاقي ساره جايه وبتساعد ميزي انها تقطع معاها الحبل اللي بيكون مربوط بيه الوحش، ولما الحبل بيتقطع بيقوم الوحش مره واحده وبيقع على جنبه ويدمر السفينه وكمان جزء من القصر الملكي. بيأمر الملك جنوده انهم يضربوا النار على الوحش اللي بيقوم علشان يدافع عن نفسه، ولما يواجهوا القبطان كروم بينجح الوحش انه يقضي على كروم، لكن بتقف ميزي ما بينهم وبتطلب من الوحش انه ما يقتلوش. وبيقف جنبها جاكوب اللي بيعلن عن انتهاء عصر الحروب بين الوحوش والبشر، وبيطلع على ظهر الوحش هو وميزي اللي بتقف قدام الشعب كله وبتقول لهم ان الكتب اللي هم بيقروها كلها اكاذيب، وان الوحوش مش شريره، وان العيله الملكيه هي اللي كتبت عنهم ده علشان بس مصالحهم الشخصيه. وقتها بقى بنلاقي الملك والملكه بيحاولوا يهربوا بسرعه، وبننتقل بعد كده بقى لما نشوف ميزي
ميزي هي وماشية مع الوحش، وكمان معاها جيكو، علشان يعيشوا سوا مع الوحش الأزرق والوحش الأحمر. بيسيبوه على جزيرة لوحده، وبينتهي الحرب بين البشر والوحوش للأبد. وهنا بقى بننتقل لنهاية الفيلم بتاعنا. لو عجبك متنساش تشترك في القناة. مع السلامة.